السلام عليكم. معكم حسنة بوشمار، رئيسة جمعية طموح لمساندة مرضى السرطان، رئيسة الهيئة الحقوقية لجمعية المجتمع المدني المغربي. اليوم غادي ننطلق من الخطاب ديال سيدنا نصر الله وأيده اللي عطى واحد المشروع، هو مشروع اجتماعي اللي ممكن يخلق الثورة الاجتماعية اللي تم التنزيل ديالو بالطريقة اللي بغا سيدنا. كنقولها وكنصر عليها، الطريقة اللي بغا سيدنا كيهدف من خلال هذا الورش الملكي لصون كرامة المواطنين جميع المغاربة، تكون عندهم تغطية صحية، تحسين الفئات الهشة، صون حقوقهم ودعم القدرات الشرائيه ديالهم. اليوم سيدنا عطى واحد النقطه ديال الوصول، هي ان التغطيه الصحيه خصها تكون للجميع. اليوم كنشوفوا القرارات والسياسات العموميه اليوم طريقه باش خدمت الامور الخاصه بالامو كتقصي واحد الفئه اللي هما الناس ولا الاسر اللي كتكون من شخص واحد، وكتقصي الاسر اللي كتكون من شخصين. كتقصيهم اولا من الامو التضامن، وكتقصيهم حتى من الدعم الاجتماعي. ملي كنتكلموا على الاقصاء من الدعم الاجتماعي والاقصاء من امو التضامن، وسيدنا بغى لينا الكرامه، وهاد النساء هما من الطبقه الهشه. هاد النساء هن مريضات سرطان، الناس كتعيش في بيت ديال الجيران، كتعيش في سطوحه، كتعيش غير مع الناس طالبينهم. هاد الناس ما باغينش يتخشوا معاهم في الامر، ما بغاوش. ناس عندها مثلا داير الاشر في واحد المراه مثلا مريضه سرطان، ولكن ما يبغيش يدخل معاها لانه هو عنده لاسينيسيس واش هو دار فيها خير يولي بحسب وحده من الاسره. كاينه مراه مثلا في العائله، وعندي هادو حالات، راه مالكه السياد وحده، هاد السيده مريضه سرطان واختها عندها اعاقه، طالع عليها المؤشر تخيلوا مريضه سرطان عايشه في بيت في السطح وعندها اختها عندها اعاقه، البيت كله مهرس، تيقول لها المؤشر عندك طالع، ولا بغيتي تستافدي من التغطيه الصحيه خصك تخلصي 8000 ريال. المؤشر عندهم بحال قلتي باريم، عندهم شي اشياء اللي كيدرسوها. هذيك الاشياء اللي كيدرسوها راه نقدر ندرسها بالنسبه للانسان عادي، نقدر نقول ان هذيك المعطيات عندهم ربما صحيحه، ولكن بالنسبه للانسان مريض راه استثناء، راه خصها تخصص ليه العتبه ديالو، خاص يدخل ان مثلا انسان مريض سرطان هذه حتى هي مؤشر من المؤشرات اللي خصها يتم ادراجها. اليوم هاد السيده هذه شدات رونديفو ديال عام، تخيلوا الناس كتمشي عام وهي غادا جايه على مراكز العلاج وكتقلب على رونديفوات السكانيرات، ملي كيوصل 6 شهور 8 شهور 4 شهور وكيجي السكانر ديالها. اليوم بناتي شحال من وحده وقفوها ليا وش يقولوا لهم المؤشر عندكم طالع. سيدنا ما بغاش هذا الشيء، سيدنا راه بغى الكرامه، سيدنا راه بغى الحقوق، راه بغى هاد الفئه الهشه هي الاولى تستافد. راه جاب الورش على قبلهم وعلى قبل الناس اللي بالقطع غير مهيكل، اما الناس اللي كانوا خدامين راه حنا خدامين وعندنا لاسينيسيس ديالنا ولا عندنا لا ميشيال. طرقنا جميع الابواب سواء في جهه الدار البيضاء سطات. اليوم والي جهه الدار البيضاء سطات، ولايه جهه الدار البيضاء سطات كتساعدنا على المرضى وكدوز لنا زعما صراحه ارفع السيد الوالي القبعه، لان دابا تفتح لنا واحد الباب ديال الخير باش الانسان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قسم الحمايه الاجتماعيه ولينا تنطلقوا هذا الباب، وواحد العدد ديال المرضى اللي كانوا متاخرين رونديفوات ديالهم راه داز 27 مريض وحنا باقيين غاديين في اللوائح. عاده انه تيدرس معنا الامو. طرقنا دايرين طلب لقاء السيد الوالي، رئيسه جماعه الدار البيضاء طرقنا الباب ديالها وطلب منها الدعم الادويه الخاصه بمرضى السرطان كجماعه الدار البيضاء، لان من حقنا. جماعه الدار البيضاء كتدعم مرضى السكري، كتدعم مرضى القصور الكلوي، كتدعم مرضى السل. راه ماشي تنهضروا على دراهم، راه ملايين، كنتكلموا على 5 ملايين درهم، 3 مليون درهم. قطعه الحليب عطاتها مليون ديال الدرهم. مرضى السرطان ما خصهمش يتقصاو، خصها تعطاهم الاولويه. الا كنا غادي وندعموا جميع الفئات الاجتماعيه، راه حتى الامراض العقليه والامراض النفسيه داروا لهم مراكز ودعموا. اكيد لا يعقل اننا في دوله مثل هذه اللي كتهتم بكل صغير وكبير في الفئات الاجتماعيه تقصي مريض سرطان. احنا فعلا بلادنا كتبذل واحد المجهود جبار في خدمه مرضى السرطان وداروا لنا مراكز العلاج، ولكن احنا بغينا هذا الشيء، هذه الانجازات اللي دارتها بلادنا ما تضيعش. راه غيرتنا على بلادنا اللي كتحركنا، راه هاد الناس اللي كنشوفوا فيها كتموت هي اللي وقفتنا. والله ما نوقفوا هاد الوقفه. ملي كتشوف انسان كيموت ما ماتتش ليا وحده من مرضى السرطان، ماتوا المئات، ماتوا المئات، راه العشرات، راه مات ليا 6 بزاف عندنا ديال سيمانه اسبوع واحد. كدبني هذه كتمشي لغد ندبني الاخرى. وهذا الشيء بفعل هاد الادويه اللي ما بقاش فيها. شوفي المواعيد اللي طويله، السكانيرات في الراديوات، زائد
الدواء اللي كيتقطع على مراكز العلاج كل مره، تخيلي الدواء كياخذوه مثلا بالله عليك الدواء تاخذوا المرض 3 شهور وتقطعوا 6 شهور، صح حتى شي يبقى لها. ها هي الشيميو ها هي ناقصه في السبيطار الحصه الرابعه، مره نشري لها ومره تقلب على ما شكون يشري لها. واي محسنين راه البرلمان وصلنا ليه، الاحزاب اغلبيه ومعارضه ساندونا وطلبوا بانعقاد اللجنه الاجتماعيه، وكنت كنتمنى السيد الوزير برلماني دار جهدو، البرلماني عنده الادوار ديالو معروفه، طالب بانعقاد اللجنه الشيء كله. حنا ما عرفناش، حنا كنتسناو وزير الصحه يدير اللي عليه. نداء الاول لوزير الصحه توجهنا ليه بمراسلات بملتمسات موقعين فيها اكثر من 100 جمعيه، مشينا للبرلمان هضروا معاه برلمانيين وعطاو اسئله كتابيه وطالبوا بانعقاد اللجنه الاجتماعيه. بالاضافه الى ذلك انا اليوم كنتوجه لسيدنا الله ينصرو، هو حامينا هو راعينا، هو اللي بغينا يدل علينا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. كنامنوا في دوله المؤسسات وفي دوله الحق والقانون، مشينا بالتراتبيه الاداريه، ما كاين حتى شي واحد ما كيعرفش ماما حسنا وبناتها، جمعيه طموح لمساندة مرضى السرطان، كلشي اي مسؤول في جهه دار البيضاء السطات تقول لي حسنا يقول لك كدافع على واحد الفئه ديال مريضات السرطان، اكثر من 975 مريضه سرطان. الله اكبر. راه دار الشباب ما كتقدناش، ما عندناش المركز، ما عندناش المركز، النص كيموت والنص كيعيش، وكتولي والله ما بقيت نقدر كتبت هذيك توفيت ملي رجعت، حيت كنديروا دراسه للملفات ان شاء الله غادي يوصل سيدنا. ملي كنوصل وكنشوف كنفيريفي شحال باقي عندي في الجمعيه كنبكي، سمعتوا العيالات كنبكي يشوفوا هادشي يقولوه، كنبكي لان هاد الناس راه اش نقول لك خاصهم التغطيه الصحيه المجانيه، بغينا نصونوا كرامتهم، راه الحق في الحياه، الحق في الحياه راه هو الحق الاول والاعلى والاسمى في المواثيق الدوليه. الحق في الصحه هو حق دستوري، ما كنطالبوش بشي حاجه اخرى، كنطالبوا بالاشياء اللي خاصها تكون. حسبي الله ونعم الوكيل. حنا في دوله الحق، وكونوا استثناء ولا دار لي شي عتبه خاصه، المهم ان تكون التغطيه الصحيه لجميع مرضى السرطان وتوفر لهم الادويه، والله يجازيكم عنا خير الجزاء، ولكل منبر اعلامي جا ساندنا وقف معنا، الله يجازيكم عنا خير الجزاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.